سلام اخواتي، نتمنى انكم كامل راكم بخير. الفيديو تاع اليوم راح يكون هاد الكيكة الرائعة جدا، اقتصادية لذيذة جدا ولمحبين القهوة، لانها مخدومة بالقهوة والشوكولا. راح كذلك تشوفوا معايا الكلاصاج هذا اللي يجي يبقى طري ما يبسش، يعني يبقى بزاف هايل وراح يجي بزاف بنين. شوفوا يعني الكيكه تاعنا كيفاه جات خفيفه وطريه وتجي عاليه، وهذا فقط بثلاث بيضات. اذا كان المول تاعكم كبير راح تجيكم هابطه شويه على هذه، واذا جا كيما نتاعي موايا، يعني صغير شويه المول تاعي تاع لو كور هذا، على هذه جات عاليه بزاف، راح تجي مشربه مسقيه من داخل. راح تجي هايله هايله. راح نشوفوا طريقه تحضير هاد الوصفه. بالنسبه للكيك تاعنا راح نحتاجو 3 بيضات، حاولوا تكون بحراره الغرفه من الاحسن. هنا راح نخلط انا بالباتور، مي خلطوا بالفوي عادي، يعني مش راح نطلعوها كيما لا جينواز. هنا عندي نص كاس نتاع سكر. واذا شوفوا اذا درتوا امول كبير وحبيتوها عاليه تقدروا ديروا في 3 بيضات، تقدروا ديروا كاس سكر، يعني اللي مدايره انا نص نص تقدروا ديروا كاس كومبلي ويجيكم الكيكه تاعكم كبيره. هنا عندي كما شفتوا 3 بيضات، حطيت معاهم السكر، خلطوا شويه فقط راكم تشوفوا. تمتم راح نزيد نضيف نص كاس تاع زيت. نتوما اذا المول كبير ديروا، لاني انا موالفه نديرها بكاس كاس وتخرج لي يعني هايله في مول كبير. هنا كي عاد المول تاعي صغير فدرت نصف كاس من كل حاجه. 3 بيضات، نص كاس سكر، دوكا ندير نص كاس زيت نلوحو كيما راكم تشوفوا. هي ما تحتاج تخلط بزاف، ماش راح نطلعوها حتى تولي يعني كيما لا جينواز ولا. بسيطه بسيطه جدا جدا. يعني انا خدمتها ليه ليه وحطيتها في الكونجيلاتور تمتم بردت، ويعني في ساعه كانت واجده وطايبه وبارده. هنا كي خلطت من بعد الزيت هذاك بيان اندمج مليح مع المكونات، نحبس دوكا الباطوغ. راح نخدم بلا سباتول برك. هنايا حطيت دوكا راح نديرو القهوه. هنا درت اون بانسي تاع ملح الساع. القهوه تحبوا ديروا سريعه الذوبان، تحبوا ديروا من البراس، انا هذه تاع البراس فقط درت نص كاس ثاني تاع القهوه. واذا حبيتوا تعززوا من الذوق زيدوا لها شويه نسكافيه. انا درت قهوه برك لانه النسكافيه احتفظت بها راح نشرب بها من بعد. درك تشوفوا هنا حطيت ملعقه نتاع كاكاو بني بني يا البنات، ما ديروش الاسود. الاسود انا صراحه ما يجينيش طول فيه ذوق الشوكولا. باغ كونطخ المارون يجي ذوق تاعو هايل. هنا انايا هنا كان خطا، انا درت كيس ونصف من الخميره الكيميائيه. هي نورمالمون كيس واحد، لانه المول تاعي صغير. كي ديروا المول الكبير كيما قلت لكم وديروا كاس تم ديروا كاس ونص خميره. جيسبر تكونوا فهمتوا عليا. هنا حطيت زوج، يعني نص كاس تحكموا نفس القيس. اذا مشيتوا نتوما كاس ديروا اذا زوج كيسان ونص فرينه. انا هنا مشيت على حسب القيس نتاعي درت زوج ونص. راح نخلط الزوج الاولين ومن بعد نزيد نص اللي بقى نخلطها مليح ونخليها دو كوطيه. ومن بعد نروح نغلف المول تاعي ونوجدو هكا، راح تزيد هي تتقال معايا شويه. الفور انا كنت مشعلته ديجا 10 دقائق من قبل لازم يكون سخون. هنا المول انا فرشت له البابي كويسون ولي كوطي درت لهم لا مارغارين والفارينه. لو طون هذاك اللي غلفت الموليتو كانت العجينه تاعي زادت يعني تزيد تتقال معاكم شويه. راح نفرخها راح نفرخها كامل. وكما قلت لكم هنا في الخليط نورمالمون كيس خميره، لانه المول راهو صغير. والكيل انا درت نص كاس. نتوما اذا كانت كيكه عائليه وكبيره ديروا كاس وديروا كيس ونصف خميره كيميائيه. راح ندخلها الان للطيب وراح نوجد اللي راح نسقي به بعد ما تخرج، باش هكا يكون هو بارد والكيكه تاعنا سخونه. هنا درت ملعقه مش معمره مليح تاع نسكافيه، حطيت نص كاس حليب وملعقه كاكاو صغيره، حطيتها فوق النار دابت وخليتها. كي خرجت الكيكه تاعي سخونه والخليط هذا كان برد لي بيان سور، راح نقلب الكيكه كيما راكم تشوفوا. نحي لها البابي كويسون ونشربها بهذاك الحليب. اذا كانت المول تاعكم كبير ديروا كاس حليب ومغرف كبيره نسكافيه ومغرف كبيره كاكاو بني باش تجيكم يعني تتشرب لكم مليح.
كل واحد كيف يحب. انا صراحه ما نحبهاش تجي مشربه بزاف بزاف، خاطر الكيكه هذه اصلا بيسك فيها القهوه لداخل ماهيش راح تجي ناشفه كيما لا جينواز فيها غير بيض وسكر وفارينه، راح تجي هكا في واحد الطراوه هكا وزيد فيها الزيت، دونك امبوسيبل راح تجي ناشفه بزاف. على هذه ما نسقيهاش بزاف. مي اللي يحب يعني الكيكه تاعو تكون مشربه بيان، يعني يكتر هاد الخلطه هذه ويديرها مشربه مليح. هنايا راح نشربها ونخليها لازم تبرد تري بيان باش ندير لها لو غلاصاج هذاك باش ما تشربهوليش، باسكو اذا كانت سخونه ودرت لها لو غلاصاج تاع الشوكولا راح دير لكم هذوك الثقوب هكا في الشيكولا وتشربها ما تبقاش من الفوق. هنا جبت الشوكولا هذه منى برك، نحيت منها 3 حبات باش من بعد نربيهم على الوجه، والباقي ذوبته انا دخلتهم الميكرووند ليه حبوا ديروا في الباماغي. ومن بعد جبت وحده كريم ديسير شوكولا راح نفرخها ونخلطها مليح. دوك تشوفوا القوام تاع الخليط نتاعنا كيف يولي، راح تجيكم واحد لو غلاصاج اللي من بعد كي يبرد راح يجي حاكم روحه وما يجيش يتكسر وما يجيش يسيح، يعني يجي بزاف بزاف هايل. والذوق ما نحكي لكمش، الشوكولا منى مليحه في الذوق نتاعها، الوغ لا كي تزيدوا لها كريم ديسير شوكولا. يعني الكيك هذا بزاف بزاف هايل، وزيد اقتصادي ما فيش حوايج بزاف، واللي يحبوا الشوكولا مع القهوه هذا هو الكيك نتاعكم. راح ندير هذيك الكلاصاج اللي خدمته من الفوق بيان، ومن بعد نجيب هذوك 3 حبات تاع الشوكولا اللي خليتهم راح نربيهم بيان من الفوق، ندخلها للثلاجه تجي تحكم روحها برك هذيك يعني الكلاصاج من الفوق، على خاطر هي ديجا راهي بردت قبل ما نحط لها لو كلاصاج. ومن بعد راح نقسموها مع بعضنا وتشوفوها كيفاه جات معانا. ها هي الكيكه تاعنا بعد ما بردت، قد ما نقول لكم بنينه، يعني اللي يحب الشوكولا كيما انا هذه الكيكه تاعكم غير روحوا ديروها، ذوق قمه وخفه هايله بزاف بزاف. شوفوا كيفاش راح تجي من داخل خفيفه خفيفه روعه روعه. انا هنا ما شربتهاش بزاف لانه انا ما نحبهاش يعني مشربه بزاف بزاف، نحسها يعني ما تحتاج انها تشرب بزاف كما قلت لكم باسكو ماهيش كيكه ناشفه. درك تشوفوا يعني هذه مع حليب ولا كاس تاع تاي، روعه روعه روعه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، واذا جربتوها انا متاكده راح تعجبكم وراح تعود. يعني هذه هي الكيكه نتاعكم نتاع تو لي جور اللي تحبوا تشربوا بها الحليب تاع العشيه، وتجي هايله ميم كي تبات تبقى روعه روعه، بالعكس راح تكون ابن. اذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجام باش هكا تشجعوني لإعطاء المزيد. أتمنى لكم يوم سعيد، تلقاو إن شاء الله في وصفات أخرى جديدة وفيديوهات أخرى جديدة. أي اقتراحات لأي فيديوهات خليوها لي في التعليقات، وأكيد أكيد راح نديرها لكم. الأخت اللي طلبت مني حلويات بدون بيض راني ما نسيتكش وراح نقدمها إن شاء الله. إلى اللقاء.